السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده هعمل معاكم الوصفة اللي كتير قوي والله بنات طلبوها مني. هعمل معاكم الفايش السريع بسرعة كده. نحضر كيلو دقيق، معانا معلقتين كبار من الكركم مع 3 معالق كبار من السكر، ودي معلقة ونص محلب مطحون، وانت تطحنيه في البيت افضل. معانا شمر مجروش وينسون مجروش برضو. معايا مج من الزيت او السمنة يكون افضل طبعا، مكعب خميرة بيرة او معلقتين خميرة فورية. وفوق ده كله علشان انا لسه هحطه على الدقيق طبعا، معايا نص معلقه او معلقه شاي ممسوحه من البيكنج باودر فوق الدقيق. تمام يا بنات؟ تمام تمام. اول حاجه هنعملها نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هاخد نص السكر واحط عليه مكعب اللي هو الخميره. كلنا يا بنات بسرعه، ده الحاجه دي يعني ما اعتقدش انها مكلفه، الزيت عادي جدا موجود في كل بيت. والحاجات دي لو هتشتري حتى ب5 جنيه من كل حاجه، سهله وبسيطه مفيهاش اي حاجه. اديني بحط اهو، قلت لكم ان انا ايه، معلقه تكون صغيره مش كبيره من البيكنج باودر عشان تخليه خفيف كده وايه، وبتديله خفيه يعني. هتعجبك ان شاء الله. انا هنا بطحن الكركم لسبب، لان احيانا لما بيكون عندي توابل بودر زي الكركم بيبقى فيها تكتلات، وانا علشان اتلاش حاجه زي كده حطيها في المصفى وطحني وانخليها. وكله يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب العالمين. وحطي بقيه الايه، المكونات بتاعتك، وقلبي الدقيق كويس قوي. شرط مهم قوي ان انت تقلبيه كويس علشان الكركم يبقى يعني يمتزج بالدقيق تماما تماما تماما. تمام كده. عايزه تعملي نص كميه علشان اول مره تعملي مفيش اي مشاكل خالص. كل الكميه اللي انا قلتها اقسمي نصها، اقسمي نصها. يعني بمعنى ان احنا قلنا الشمر او اليانسون يكون مجروش، انا طبعا عاملاه في البيت اهو، بحمصه شويه واقوم يعني بالراحه كده ضربتين في الخلاط او في المطحنه، مش ناعم قوي ومش خشن قوي. حاطه هنا معلقه، حطي معلقه كبيره او معلقه ونص حسب براحتك. انا مزوده شويه لان انا بحب ريحته خطيره يا بنات والله، ومخليه ريحه البيت تحفه تحفه تحفه، ريحه خير كده وخبيز ودفى وحاجات جميله. انا هنا لانه طبعا المطحنه عندي مش بعافيه شويتين، فاضطريت ان انا احطه في المصفى واخد الناعم بتاعه. خلاص كده. بس في الاول حطيت معلقه خشنه لو تلاحظوا. ده اول حاجه. تاني حاجه اعملوا يا بنات، اعملوا يا بنات خلي الخير يملى البيوت. اعملوا يا بنات اقسم بالله، وتوفيروا فيها حاجات حلوه كتير قوي. عايزه اقول لكم كمان المحلب، هاتيه محلب حصى واطحنيه في البيت، هتفرق قوي في الريحه وفي الطعم. تمام كده. احنا عاملين الخميره في لوحدها اهو. هنبدا ناخدها دلوقتي بعد ما نقلب كويس قوي 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 الدقيق. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونحط الاول الزيت بتاعنا ونقلب برضو قدر الامكان. طبعا انتوا كلكم عارفيني من اول القناه، انا ما بعرفش ان انا اعجن بمعلقه ولا حاجه، لازم ادخل ايدي، مفيش كلام. وايه هو ده اللي هيحصل دلوقتي ان شاء الله. اللي اول مره تشوف القناه بتاعتي ما تنساش تعمل لي اشتراك ودوس على زر الجرس وتشجعني كده بكومنت جميل علشان اتشجع بيكم. ربنا يبارك للجميع يا رب. خلاص كده هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي اجيب بقى اهي العجين، الخميره اسفه، الخميره والسكر اللي انا عاملاهم مع بعض، وهبتدي ان انا اقلب واحده واحده واعجن كويس. خلاص كده. دي العجينه بتاعتي اهو، وهبتدي انا اكمل بقيه الخميره اللي عندي، او تكملي بميه دافيه. ميه دافيه مش سخنه يا بنات، الميه سخنه هتوقف لي الخميره خالص، لكن الميه الدافيه هتنشطها لي. اعجني بقى ودي العجينه حقها، يعني اقعدي 10 دقايق ربع ساعه اعجني، خدي ودي فيها، لو احتاجت ميه اديها شويه ميه اول باول، حاجات بسيطه مش كتيره. بس اعجني ازاي، هوريكي ازاي تعجني فيها. بس العجينه هتلم نفسها زي ما انتم شايفين كده، بتلم نفسها وتنضف مكانها، وهتنضف ايديكي كمان، تحس انها بتلم نفسها من كل حاجه. وانت بصوا انا بفتح واقفل بفتح واقفل. تتنيكي تعملي العمله دي شويه كده ربع ساعه، معلش ما تزهقيش. لو عندك عجان توكلي على الله واشتغلي بالعجين، وابعدي ما تبقيش زيي، انا بحب اعجن بايدي جدا جدا جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. هتخلوا اخر حاجه طبعا، انا حطيت كوبايه الزيت كلها، خلي اخر حاجه ان شاء الله حتى معلقتين زيت في الاخر، وهقولك تعملي بيهم ايه. هنا انا حطيت معلقه واحده من الخل، معلقه واحده بس من الخل، فاهمني؟ برضو بتفرق في العجين. هنا بصوا دي معلقه واحده زيت، معلقه واحده بس زيت او سمنه، ولو سمنه يكون افضل على فكره. بتخليها في اخر العجين ليه؟ لان هي بتخلي لي العجين ناعمه، وبيخلي لي وش الفايش بعد كده بيبقى ناعم، وهوريها لكم برده وان شاء الله في الاخر، وانتوا هتشوفوا الشكل وهتحكموا بنفسكم. بصوا خدوا بالكم العجينه لمت بقت زي الفل.
غطيتها اهو بستريتش او بكيس زي اللي عندك، اي حاجه تغطيها كويس وتقولي لها الله معاك، تسيبيها شويه ربع ساعه كده ترتاح. اللهم صل على سيدنا محمد. الواضح واضح قوي في الحجم ان فرق كتير اهو. الحجم الكيلو اللي انا عاملاه يا بنات، الكيس ده انا هستخدمه تاني، خدوا بالكم انا ما برميش اي حاجه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم احسن ما بين ايدينا وبارك فيه يا رب. الكيلو هبتدي اسمي بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي اقطعه على 3 كور كبار. لو عايزه تعملي نص الكميه مفيش اي مشاكل خالص، اعملي نص الكميه. لو هتجربي وخايفه الحاجه تبوظ منك مفيش اي مشاكل خالص، كله هيمشي وكله هيطلع زي الفل باذن الله. تمام. بتكوريها كده وتقفليها من تحت على قد ما تقدري. هي هتلاقي العجينه معاكي خفيفه وناعمه وحلوه، وانتي نفسك هتحبي ملمسها، واقسم بالله غير ريحتها بقى، غير ريحتها. انا واثقه ان كلكم يعني هتدعوا لي بسبب ريحتها ان شاء الله يعني. تمام. اعمل بقى كده 3 كور، وهبدا باول كوره انا عملتها. تمام كده. وبنفس الكيس اللي احنا قلنا هنحتاجه هنحطهم كده على جنب، بس نوسع المكان شويه، استنوا عشان اعرف افرد قدامكم كده. غطيها بكيس اول حاجه، وبعد كده تفردي العجينه دي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك اللهم بارك يا رب. انا عاوزاها مستطيل. تمام. ركزي معايا، هي يعني فردها سهل خالص، فردها سهل خالص خالص. والعجينه ما شاء الله زي ما انتم شايفينها حلوه قوي، ما بتلزقش في الايد ولا اي حاجه خالص، يعني هي هتمشي معاكي بسهوله. خلاص كده. هنا طبعا انا بس طبعا دي الحته دي راحت، بس انا هوريها لك ان شاء الله في اللي جايه. بصوا هفرد، هاخد واحده. اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدوا بالكم العجين بصوا بيزيد حجمه اهو، هو شغال ما شاء الله يعني، بيرتفع بسرعه. هنا بقى هوضح لك اكتر، مش هقول لك زي الاولانيه، هوضح لك اكتر المستطيل وهوريكي ازاي تلفيه اكتر. خلاص المستطيل اهو يا بنات. باجي اخر حته دي بصوا بخليها رفيعه خالص علشان لما اجي اقفل تقفل معايا بسهوله. ركزي في اللي انا بقوله ده، ممكن من غير المردانه اصلا تعمليها بايديكي. هتبتدي تلفي الرول كده، بس تلفيه على الضيق، ما تخليش فيه هوا. لفي الرول على الضيق، لفي وضيقي. خلاص اهو. هقفل الجنب ده والجنب ده، وابتدي ان انا اقفل طبعا مكان اللي انا عملته الحرف ده. تقفلي بالراحه كده، وكل عجينه تمشي معاكي بسلاسه ما شاء الله، هتعجبك ان شاء الله. هبتدي بقى ان انا ابططه، مش هبططه زي العيش، لا ده انا يا دوبك بس بسطحه بس مش اكتر. اللهم بارك. ادي الكيلو اهو طلع لي 3. هسيبه بقى كده شويه برده، بس كده هسيبه يخمر مش يريح. هوريكم الحجم. بصوا الحجم طبعا زاد، يا رب تكونوا شايفين الفرق بين ده وبين ده. احنا كنا مبططينه، ابتدى الحجم يتدور معانا وحجمه زاد. نقول له توكل على الله على الفرن. يدخل في الفرن، هيقعد من ربع ساعه لتلت ساعه باذن الله، ويطلع زي ما انتم شايفين. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا رب. اللهم ادم علينا النعمه يا رب العالمين، واحفظها من الزوال يا رب. اول ما يطلع ما ينفعش اسيبه في الصاج، لازم احطه على فوطه كده. ليه؟ هقول لكم ليه، بس تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام الاول. بصوا سوا يا بنات، حاجه وربنا فل وقشطه، الحمد لله رب العالمين. لو انا سبته في الصاج هيبتدي يعمل من تحت ايه، ميه، فيبقى مش هيبقى حلو. هنا لازم تتقطع بسكينه ترانش زي ما انتم شايفينها كده، اللي هي مشرشره، لازم ولا بد، ما ينفعش سكينه عاديه. ولازم يبرد خالص كمان، لسه اقول لكم لازم يبرد خالص خالص عشان تعرفوا تقطعيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، واقطع معاكم وهوريكم السمك. انا هنا باكد عليكم السكينه لازم تكون مشرشره. سمك الواحده هوريها لك. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. هوريها لك تاني، اصبروا هوريها لكم تاني عن قرب. بيكون تقريبا سمكها مش اكتر من سنتي، عشان ما تبقاش سميكه قوي وهتبقى تقيله قوي في الاكل. بصوا ادي السمك اهو. بصوا الطبقه الناعمه، ما فيهاش قشر، ناعمه زي بنات. ده اللي انا كنت بقول عليه، هتديكي طبقه ناعمه من فوق، ومش هتفصل اللي هي القشره من فوق دي، مش هتفصل عن الفايش نفسه. فاهميني؟ هنبتدي بقى نقطع كله كده ونرص في الصاج، ونكون مشغلين الفرن على درجه حراره. انا عايزه اقول لكم استوى صح على درجه حراره 200 يا بنات، في رف الوسط. انا اسفه راحت مني، لكن التحميص ده هيكون على درجه حراره 180. الناس اللي درجه حرارته مظبوطه، لو فرنك بيهرب علي درجه الحراره شويه، خليها 190. تمام. في الرف في الوسط. هتدخليه ده بقى حسب انتي درجه اللي بتحبيه متحمص قد ايه. هل بتحبي متحمص عادي ولا شويه زياده؟ ده شيء براحتك انتي، بنظرك انت تقدري تقولي وتعرفي. هندخله وحسب درجه التحميص بتاعتك نطلعه اهو زي كده. انا شايفاه دي كده كويس قوي. تطلعي وتبتدي بقى تقلبي كل واحده على الناحيه التانية. فاهميني؟ برضو مش هياخد حاجه خالص طالما الفرن سخن معاكي وبقى كويس، هتلاقيه ما شاء الله هتمشي معاكي بسهوله يعني.
غير مش هقول لكم يا بنات، والله 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 الريحه في الشقه تحفه. اعملوا يا اولاد وفرحوا اولادكم وفرحوا ازواجكم، ودفوا البيت، املوا البيت خير. ده شويه دقيق مش حكايه كده خلاص. اللهم بارك، اللهم احسب ما بين ايدينا يا رب. روعه روعه روعه، تحفه من الجمال. هوريها لكم عن قرب بس الصراحه عشان لسه سخن طبعا. المهم ده كده خلاص، هبتدي ارصه في صينيه عشان احط الباقي طبعا. احنا الكيلو الصاج ده على فكره يا بنات 40 في 60. الكيلو هياخد مني بالظبط صاجين زي ده، فاهميني؟ الكيلو هياخد مني صاجين 60 في 90 في التحميص، عشان محدش يعمله رفيع قوي، يقطعه رفيع قوي فيتحرق منك، ولا سميك قوي فهيبقى غليظ كده في الاكل تحس ان هو تقيل. لان هو المفروض الفراغات اللي فيه دي كلها ما شاء الله كلها هوا، فخفيف جدا على فكره. وريحته رائعه 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 رائعه. اللهم بارك، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب، وينفع بنا ان شاء الله. واللي تعمله ويعجبها بالله عليكم ما تنسونيش بدعوه حلوه بظهر الغيب ليا والام وابويا بالرحمه. هنبتدي بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل الصاج التاني وندخله ونعمل نفس اللي احنا عملناه في الصاج الاولاني. تمام التمام. وهوريكم التحفه الفنيه اللي طلعت في النهايه طبعا بعد ما برد، وهوريكم شكله عامل ازاي. بصوا بالله عليكم، بالله عليكم لكل واحده تكتب لي رايها في كومنت وتقول لي الشكل بس عامل ايه. اقسم بالله يا بنات تحفه فنيه. بصوا القشره عامله ازاي، منتظمه، التقطيع منتظم، الثقوب اللي فيها نفسها حلوه وجميله. انا طبعا والله العظيم عامله اي حاجه، انا بس والله على لمبه بس عشان تنور لكم مش اكتر. اقسم بالله ولا حاطه فلتر ولا حاطه اي حاجه تماما، اقسم بالله ولا حاطه فلتر. عشان محدش يقول لي ده هي محليه بالفلتر، محليه والله ما مزوده اي حاجه. دي اضاءه الكاميرا العاديه بتاعه التليفون العادي، عادي جدا، مش ايفون ولا اي حاجه. فهو الشكل لوحده تحفه، وفي الحقيقه تحفه. يا رب اكون افدتكم. بحبكم في الله.